إذن يو بيونغ سو وحيدا في الهجوم الهلالي، ولكن خلفه نواف العابد، خلفه عادل هرماش، خلفه أحمد الفريدي وكريستيان هامسن الذين عليهم أيضا المسؤولية الكبيرة لصناعة الأهداف. وهذه التشكيلة تعادل الإيجابي مع الشباب الإمارات في الإمارات بهدف الذهبي. لكن بعد التعادلات المتتالية ومن غير الهلال والزعيم يفعل مثل هذه الأمور، الفوز في 3 مباريات متتالية جاء بهدف مقابل لا شيء، والعودة وتحقيق الفوز أمام الغرافة القطري خالد شراحي. أمامية والهمسن يحاول، كرة تخرج إلى رمية جانبية لصالح الهلال. هذا كريستيان والهمسن من أمام الجزيرة الإماراتي في الإمارات في أبو ظبي بالتحديد. ولكن أيضا هناك في كأس الاتحاد الآسيوي الاتفاق يتأهل للدور ربع النهائي. أحمد الفريدي، أحمد يمر، أحمد عرضية تتخلص أيضا من الدفاع، تعود لصالح بني ياسر الإماراتي. لكن والهمسن يتقدم مع الهجمة، والهمسن ما يزال يحافظ على الكرة. هذا السويد ممتازة التمريرة، كريستيان والهمسن ما يزال يحتفظ، والهمسن يسدد بجانب القائم، يسدد كريستيان والهمسن، ولكن بجانب القائم الايمن لمرمى الحق من عادل هرماش تصل للفريدي، ممتازه من الفريدي والهمسن، الثانيه والهمسن ومحاوله يو لوك كبير لعادل هرماش، يتقدم عادل يتقدم بجانب احمد الفريدي، هنا يتحرك الفريدي في العمق، الفريدي هذه المره والهمسن جول في الدقيقه 26 في الدقيقة 26 والهامسن ويو بيونغ سو يحرز التقدم. مقدرة هجومية، أحمد الفريدي يحاول يتقدم، أحمد يمر بشكل سليم، مررها له والهامسن ما يزال يحاول في هذه الكرة، كريستيان والهامسن عرضية يو بيونغ سو ثالث تمرير إلى كريستيان والهامسن. شوفوا التواجد من أكثر من لاعب، والهامسن بجانبه نواف العابد، والهامسن ما يزال يحافظ على الكرة، يلعب كرة إلى نواف العابد، نواف معاه ايضا فريد الحمادي، تعود الكره مرتده للهلال، احمد الفريدي ملعوبه، كريستيان والهمسن عرضيه، يخلصها اسماعيل مع لعب الرميه الجانبيه. يتجه احمد الفريدي لصالح الهلال، خط المنتصف عبد اللطيف الغنام، عادل هرماش، كريستيان والهمسن، نواف العابد واحمد الفريدي، امامه يو بيونغ سو في الهجوم الهلالي. قليلا يتقدم فيها السلطان في هذه المباراه، لكن التقدم كان جميل وممتاز في الناحيه اليمنى، عرضيه ليو بيونغ سو بدل ما يحطها بالراس في المرمى حاول تعديلها الى احمد الفريدي ولكنها لم تنجح. هنا يو بيونغ سو يصلح الخطا تماما، يو بيونغ سو قبل المباراه بانه يعني نحذر من انه ظهيري الجنب يستطيعوا التقدم كثير. تصل احمد الفريدي، احمد يمر ملعوبه، والهمسن خامس هذه الكره احمد. شوف احمد مر، كان المرور مهم في اللقطه الاولى، وعادت لكريستيان والهمسن وضعها في الزاويه البعيده. حقيقه بنياس اعتقد انه يعني لاعبوه فقدوا السيطره على منتصف الملعب، فقدوا السيطره حتى على الاعصاب. هنا يو بيونغ سو في الانفراد، والهنا السادس في الدقيقه السادسه عشر، سالم الدوسري تحصل على جائزة القناة الرياضية كأفضل لاعب واعد. ومن الكرة في الأمام لا وجود للتسلل، كريستيان والهمسن يخلصها الحارس، تعود له والهمسن يمر، والهمسن يقطع الكرة في وجود 3 من لاعبي الدفاع في المرمى، السباعية لا تكتمل. ملعوبة والهمسن ما يزال يحاول، والهمسن يتقدم في محاولة السابع، ولكن الكرة تصطدم بالشبك الجانبي وتخرج إلى ركلة مرمى لبني ياسر الإمارات. في جدة هناك 3 أهداف مقابل لا شيء لبيروت الإيراني، والمحاولة للثامن يا هلال، لكن الكرة العرضية من كريستيان من زمن شوط المباراة الثاني ودقيقتها في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الثاني. مبروك للهلال التأهل للدور ربع النهائي. يا رب القرعة تكون بشكل انه عرضيه
الفريدي تواجد القارئ الكبير للأندية السعودية في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وتمنياتنا بالتوفيق والتواجد بالشكل المميز الذي عهدناه من هذه الفرق، وأيضا سيكون معنا بإذن الله تعالى. ب7 أهداف أستطيع أن أقول أنه يوم المصالحة الكبير مع ختام الدوري. يتأهل الهلال، ألف مبروك للاتحاد هناك في جدة، يتأهل إذن ولله الحمد. 3